السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة يومية عادل المعاشات. النهاردة في سفاري بارك في الملاهي. دي أول حاجة، دي الحلقة التالتة ليها. جمعت لكم بعض ألعاب كده خفيفة. ده البيت المعلق زي ما انتم شايفين كده، جميل. طبعا بينزل لتحت الأول والناس بتركب فيه أو الأطفال أو أي حد، وبيرفعه لفوق وبيقعد يلف بيه كده. حاجة جميلة جدا. دي أول لعبة من الألعاب. الوقت ده كان ساعة يعتبر من بداية المغرب يعني أو بداية الغروب. الجو جميل جدا ورائع، وجو ربيعي زي ما انتم شايفين كده. ادي اللعبة دي. في بردك ده بيت الرعب، بس انا ما دخلتوش، جبته لكم من بره. بيت الرعب حاجات جميلة جدا جوه، وجددوه ورائع في في الديكور بتاعه من الداخل. دي حاجة تانية، اللي هي دي صالة أفراح يا جماعة، قاعة أفراح، بس لسه الناس ما راحتش. دي الأماكن، ده المكان بتاعها في الحديقة. قاعة أفراح جميلة جدا، مجهزة بكل حاجة. تقريبا في حدود 300 نفر، حاجة زي كده من حسب ما سمعت. في قاعة، دي قاعات مفتوحة. في قاعات تانية مغلقة برضك، قاعات أفراح مغلقة. في ركوب أحصنة زي ما انت شفتوا، في ركوب جمال برضك، حدائق جميلة جدا. دي حديقة سفاري بارك، دي قاعة الأفراح أهو. أضواء جميلة جدا وأماكن رائعة. دي لعبة تانية، لعبة السيارات المتصادمة، جميلة جدا بالليل زي ما انتم شايفين. أجواء هناك جميلة جدا للصغار والكبار، الناس اللي عايزة تغير جو في مكان قريب وجميل رائع. أهو. وفيها نواحي أمان عالية. كل الألعاب يعتبر اللي موجودة نواحي أمان عالية جامدة جدا. أهو كبار، هتلاقي صغيرين وكبار، أطفال وكبار. يبقى في واحد في العربية أو اتنين في العربية، السيارات المتصادمة دي. هنشوف لعبة تانية، لعبة منخل الدوار، جميل جدا برضك، بس عايز توازن جامد لأن بتدور شوية. طبعا الحاجات دي معلش أنا مركبتهاش، لكن بحب أصورها وأوريها برضك لكافة الناس اللي عايزة تروح منتزه بتاع سفاري بارك، ملاهي ومنتزه وحديقة سفاري بارك. ده يعتبر ده البرنامج بتاعهم. الأضواء جميلة جدا بالليل، شعرية وحاجة رائعة، يعتبر بين المغرب والعشاء الكلام ده. وكده بجرب بدأ يقف. طبعا الناس بيكون في داخل ما كانش حد ماسك في الحديد كويس بيقع في الأرض. دي أجمل حاجة بقى في النهاية، دي شلالات، دي موجودة في مدخل الحديقة. شلالات جميلة جدا بالليل. احنا صورناها يا جماعة قبل كده من كام شهر بالنهار، أو دخلنا الحديقة بالنهار، بس بالليل مختلف عن النهار. في إيه بقى؟ جمال الطبيعة وجمال الأضواء بالليل شاعري جدا. نشوف الشلالات جميلة جدا، شلالات حلوة. مم. وإن شاء الله نوديكم حلقة في حلقة جديدة في إيه، في أماكن جديدة نفرجكم فيها على الطبيعة، عشان لما تحبوا تروحوا تزوروا تبقوا عارفين هتروحوا تزوروا إيه وتشوفوا إيه هناك في الحديقة، في أي مكان بتروحوه. ده هو. يعني هنحاول نخش جوه شوية، بس في ناس بيقولك نوع تصوير وكده، فبحاول أبعد الكاميرا. في بحيرة تحت أهي بتاخد المية وتطلع الشلال وتنزل تاني. متنسوش يا جماعة في اللايك والاشتراك في القناة.